السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كيكة الحليب الهشة، اللي بناكلها كل يوم مع كوباية الشاي بلبن. الكيكة دي سهلة جدا وبتنجح مع اللي بيعرف يعمل الكيكة او ما بيعرفش يعمل كيكة. تعالوا نشوف مقاديرها ايه. يلا بينا. عندنا 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة، وعندنا كوباية سكر طبعا فانيليا، ونص كوباية زيت، كوباية الا ربع لبن، وكوب ونص من الدقيق، ومعلقة بيكنج باودر كبيرة اللي هي بيكنج باودر او كيك شيف. تعالوا نشوف هنعملها ازاي يا امارات. هنجيب بولة، والبولة دي هنزل فيها بالثلاث حبات البيض بتوعنا، ورشة من الفانيلا، وادي رشة الفانيلا، وهنخفق الكلام ده لحد ما هيوصل بينا للايه، للون الكريمي. هنخفق الكلام ده ونحط عليهم السكر. يلا بينا، يلا بينا. بعد ما هنحط مع حضراتكم كده البيض والفانيلا وكوباية السكر، هنخفق الكلام الجميل ده لحد ما هنوصل للون الكريمي. يلا نخفق الكلام الجميل ده. يلا بينا. زي ما احنا شايفين حطينا البيض مع السكر مع الفانيلا، وهننزل عليهم بكوباية زيت، وهنزل عليهم بكوباية الا ربع من اللبن، وهنخفق الكلام الجميل ده. زي ما احنا شايفين كده يا امارات، بعد ما نزلنا بالزيت وبالكوبايه الا ربع، نص كوبايه الزيت وكوبايه الا ربع من اللبن، هننزل بقى بكوب ونص من الدقيق. ادي كوبايه، وادي معانا نص كمان، وهنزل عليهم بمعلقه كبيره من الكيك شيف. واخفق الكلام الجميل ده مع بعضه. طبعا هعمله كده بالراحه. وبعد ما خفقناه بالمنظر اللي انتوا شايفينه، جبت قالب بتاع الكيك بتاعي وحطيت فيه ماده دهنيه، معلقه كده سمنه، سيحتها طبعا في كافه ارجاء القالب، وقمت حاطه عليها رشه دقيق، وهندقه الاول كده عشان خاطر يبقى كل يبقى كله متساوي فيه، وهندخله الفرن لمده 25 دقيقه. شايفين الريحة، شايفين الشكل والجمال والريحة بقى مش هقول لكم عليها. يلا نشوف خرطة كده. بصوا الجمال، حاجة وهم. بصوا هشة ازاي وجميلة. عايزة بقى كوباية شاي بلبن كده ونقعد نفطر. واللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب. دمتم في رعاية الله.